السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معانا فيديو جديد النهاردة. فيديو بصوا من زمان ما عملتوش بصراحة، بس انا عملته قبل كده معاكم على القناة. بصوا شوية ملوخية بجد خطيرة خطيرة خطيرة، والسر بقى اللي جوه الملوخية. بجد النهاردة نعمل بقى أكلة جامدة والكل بيعشقها، كل بيحبها بقى مع العيش الناشف كده وشوية بتنجان بقى بدقة كده، وناكل أكلة بجد نحس ان احنا بقى خلاص يعني مش قادرين نقوم من جمال الأكلة دي. بجد أكلة يعني أكلة الكل بيعشقها بجد من جمالها ولونها. طبعا زي ما انتوا شايفين بجد خطيرة من جمالها ومن لونها. وبصوا المطة بتاعتها كده. بصوا تعالوا بقى اقول لكم ايه السر بقى اللي جوه الملوخية ده. بجد تاكلوا صوابعكم وراها. ولو عملتيها من غير كمان اللي جواها، بجد شوية ملوخية عسل عسل عسل. انتوا شايفين خضار الملوخية بجد، يعني مش قادرة اقول لكم على جمالها. تعالوا بينا مع بعض كده نشوف هنعملها ازاي. اولا بس نسمي ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بس ما تنسينيش بقى باللايك وبالشير، مش مشتركة تشتركي، تنسيش تفعلي زر الجرس. طبعا جبت حله كده. طبعا انتم ملاحظين ان انا على طول بعمل في الالمونيا. بحب الحلل الالمونيا، بحس ان انا بجد والله يعني بحس ان انا النفس، يعني هو الاكل ده نفس. بحس ان انا بستطعم الاكل في الحلل الالمونيا. يعني ممكن تقول عليا بقى ان انا يعني قديمه شويه، بس انا والله عندي كل حاجه، وعندي ستانلس وعندي جرانيت وعندي كل حاجه، بس انا بحب الحلل الالمونيا. بحس ان انا يعني كاني زي ايام زمان كده، كاني ما باكل عند والدتي. طبعا كلنا مفيش حد ما اكلش في الحلل الالمونيا. بجد بيبقى لها طعم تاني. مش عارفه بقى انا اللي شايفه كده ولا الكل شايف كده. طبعا جبت بصلايه قطعتها كده، وحطيت بقى ايه شويه من السمنه او من الزيت اللي انت عايزاه. وطبعا السر بقى اللي هو جوه الملوخيه شويه جمبري كده. طبعا قطعته حتت صغيره، عندي الجمبري صغير حطي، وشوحته في البصله. وبعد كده بقى نزلت عليه بقى بالبهار، شويه كزبره ناشفه، وهحط بقى في ملح وفلفل اسمر. حطي بقى البهارات اللي تحبيها، بس ما تكتريش في الملوخيه في اي بهارات، بحيث ان هي ما تغيرش طعم الملوخيه. طبعا بعد ما حسيت ان الجمبري بدأ ياخد لون كده، نزلت بقى بشويه من الميه. طب انا مش هحط شوربه ولا احط اي حاجه، انا عايزه الجمبري يطلع شوربه الجمبري، اخرج من الجمبري ده شوربه اعمل منه الملوخيه. طبعا مفيش احسن من كده ولا اسهل من كده طريقه. ومولعه بقى على الزيت كده على البوتاجاز. قطعت بقى كم يعني شويه بتنجان كده حلوين، لزوم بقى الاكله الملوخيه يعني بتنجان يعني بتنجان بدقه، يعني فلفل بدقه، يعني بصوا كل حاجه يعني ولها اكل كل حاجه، ولازم يتحط جنبها التحابيش بتاعتها بمعنى صح. وهنا شويه ملوخيه بقى خضرة زي ما انتم شايفين كده. طبعا هجيب بقى المضرب كده والفها بحيث ان هي ما تكلكعش معايا، وتطلع الملوخيه تفضل ايه خضرة زي ما هي كده. طبعا الملوخيه ما بخليهاش تغلي كتير عشان العرق بتاعها ما يقطعش او المطه بتاعتها ما تقطعش. بصوا زي ما انتم شايفين كده، شايفين خضرها بجد تفتح النفس من قبل بقى ما ترش لها ايه طشه ولا اعمل اي حاجه. اهي خطيرة بجد، خطيرة 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 خطيرة. واكلة بتحسي ان انتي شبعانة كده، بتاكلي اكل بجد يعني. ملوخية، بامية، الحاجات اللي هي كلنا متربيين عليها دي. بجد الاكل ده مفيد جدا. في ناس كتير بتستهتر بالاكل ده، ويمكن انا والله كمان برضو ما بعمل يعني يعني الحاجات الخضراء او الخضار بمعنى اصح كتير. بستهون بالحاجات دي. بجد الحاجات دي مفيدة جدا لينا ولأطفالنا، والأطفال اللي لسه بتتأسس. الخضار حلو قوي قوي لكل حاجة، للشعر وللجسم وللأطفال التغذية. يعني المفروض ان احنا على الأقل في الأسبوع لو مرتين أو 3 مرات يكون نعمل خضار في البيت. طبعا في ناس وانا منهم ولازم ما بيحبوش الا النواشف. فبظروفها لما اعمل مثلا خضار بصلصه او طبيخ يعني بمعنى اصح مسبك يعني، او ني. اعمل مثلا ملوخيه بظروفها قوي لما اعمل الاكله دي. لكن المفروض ده شيء اساسي ان احنا نعمل الخضار ده
لو مرتين حتى في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، يوم ويوم، كل مثلا مرتين في الاسبوع، هتحسي ان انت بتدي عيالك اكل مفيد واكل صحي. بس المفروض يعني ايه، ده يبقى اجباري. احنا عايزين نمشي الموضوع ده على كل ولادنا، ان احنا لما نعمل حاجة ياكلوها. بس في بقى ربنا يهديهم يا رب، بيصمموا ان هم ياكلوا اللي هم عايزينه، فربنا يخليهم يا رب. ما بقدرش اكسر ليهم كده. طبعا هنا قليت البتنجان زي ما انتم شايفين كده، وعملت له بقى الدقه اللي انتم عارفينها بقى، الثوم والفلفل بقى وشويه الكمون والملح والليمون طبعا التحابيش بتاعت الدقه دي، او التحابيش بقى البتنجان المحبش ده، بجد تاكلوا شويه بتنجان بجد تحفه. وكل ما بيبرد او بيبات بتاكلي شويه بتنجان تحفه. بس ما بخلوش يعني يومين 3، هو اخره لو بات لتاني يوم مثلا فاض منه حاجه بتتاكل بجد، بتبقى طعمها جميل جدا. وادي الملوخيه بدات تغلي، هخليها تقلب بس قلبه واحده، بعد كده هطفي عليها عشان العرق بتاعها ما يقطعش. وهنا كنت طشيت تومه ب ب بندعة سمنة بسيطة جدا، ولو عندك دهنة ممكن تحطيها. طشيتها بيها وحطيت عليها شوية من الكزبرة الناشفة كده. طبعا يعني قرب ما التومة بتحمر كده او تصفر، بحط عليها شوية كزبرة ناشفة بحيث يدي الملوخية بقى الطشة بقى بتاعتها. انتوا عارفين لزوم الطشة. وكده الملوخية بتاعتي خلصت، وادي البتنجان. هغرف بقى الملوخية معاكم واوريكم بقى الملوخية. واو، ايه رأيكم بقى؟ يا جمال الملوخية، يا جمال المطة بتاعتها، يا جمال لونها، يا جمال طعمها، يا جمال بصوا البهاريس اللي فيها بجد بمعنى صح. معاها بقى العيش الناشف، وكلي احلى ملوخية تستاهل بقكم. وكده الفيديو بتاعي انتهى، واتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. وما تنسونيش بقى باللايك وبالشير وبالدعاء الحلو. وطبعا عندي مفاجأة ليكم قريبة جدا جدا، هقولها لكم لكل اللي بيحبوني وانتظروني. وطبعا تابعوني بقى على الفيس وعلى التيك توك. وكده الفيديو بتاعي انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.